بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله بفضل من الله عز وجل. استطاعت قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش السوري بسط سيطرتها على منطقة الساحل والتعاون مع كل البؤر التي تحركت ضد الدولة السورية، وجاري معالجة بعض الانتهاكات التي حصلت نتيجة هذه البؤر التي تحركت. ونسأل الله عز وجل السلامة لجميع مواطنينا، كما نهيب بأهلنا في الساحل السوري. التعاون مع قوى الأمن وقوى الجيش لبسط السيطرة على كامل، والتعاون مع أي فلول والتعاون مع أي انتهاكات. وقامت قوى الأمن الداخلي بوضع أرقام للتعامل مع أي انتهاكات ممكن أن تحصل. رحمة لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا. كما نسأل الله عز وجل أن يجبر مصاب جميع من تضرر من هذه الحركة الإجرامية، من هذه القوى المجرمة. ونعيد ونكرر أن هؤلاء القوم لا يجدون إلا القتل، لا يجدون القتال. فأي شخص يتعلق بهم ويبني آمال عليهم هو إنسان واهم. كذلك نعيد ونكرر لابد أن نتعامل مع كل المناطق على أنها مناطق سورية لها نفس الدرجة، وهذا هو شعار دولتنا، وهذا كان جليا في خطاب السيد الرئيس. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على إعادة إعمار هذا البلد بما يليق بتضحيات شهدائنا وبما يليق بثورتنا المباركة.